جبت لكم اروع والذ كيك ممكن تجربوه وتحضروه لوليداتكم، او ممكن توجدوه في هذا العيد. هذا الكيك ديال الشوكولاط اللي كيجي كيف ما كتشوفوا مسقيه معلكه واحد التعسيله فيها غايه في اللذه وفي الروعه. وانا متاكده لا جربتوها مبقيتوش غتستغناو عليها، خصوصا الطريقه ديالها طريقه اللي هي سهله، المقادير اللي هي بسيطه في متناول الجميع، ولكن راه المذاق ما يمكنش. كيف ما شفتوا التعليكه ديالها، ونبداو على بركه الله في المقادير. غناخذوا واحد زلافه او اناء، غنضع فيه بيضه فقط، نص كاس ديال السكر سنيده اللي هو سكر حبيبات، كنخلطهم فقط غير بالطراب العادي. يعني حتى اللي ما عندوش هذا الخلاط ممكن يدير غير معلقه او فرشات. نص كاس ديال زيت المائده، وضروري واحد قبصه ديال الملحه. وبالنسبه للحليب هنا تا هو غنضيف واحد نص كاس، وفي مجموع الحليب عندنا نص سيترو ديال الحليب. غناخذ من هنا نص كاس اللي غنعملو في الخليط، والباقي غتشوفوه معايا ملي غنعمل السقوه. وهنايا غناخذ واحد نص كاس او كاس لاروب ديال القهوه اللي كتكون معطره، اللي كنصايبوها في الدار راسنا، او اللي ما عندوش ممكن ياخذ فقط نص كاس ديال الماء اللي هو ساخن مع معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. وهنايا غناخذ جوج كيسان ديال الفورص، معلقه كبيره ديال الكاكاو، جوج خمارات الوزن ديال كل وحده 8 غرام. ضروري كنغربلوهم وكنضيفوهم للخليط وكنحركو. هنا انا غنزيد واحد نص كاس ديال الفرص، لقيت الخليط باقي ما يعني ماشي هو هذا كيف ما كتشوفوا. ضروري كنخلطو حتى كنديروا واحد الخط ما كيهبطش لنا بسهوله كيف ما كتشوفوا. يعني في المجموع ديال الدقيق خدا معايا 2 كيسان ونص. كنوضعو في المول اللي مدهون فقط بالزيت، وكنعملو الفران 180 درجه. كنشعل الفوق والتحت. الكيكه ديال الشوكولاط راه ما كتاخذش وقت بزاف بحال الكيكه ديال الفاني، بسرعه كتوجد. بالنسبه للسقوه الباقي ديال الحليب مع كاس ديال القهوه اللي معطره، معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو، وهنايا واحد نص كاس ديال الزيت. وبالنسبه هنا للشوكولاط ديروا 100 غرام حتى 150 200 غرام، يعني كيبقى راجع لكم الاختيار في الشوكولاط شحال بغيتو ديروا الكميه. فقط كتسخنوها حتى كتغلى. الكيكه الا كانت سخونه فالسيرو كيكون بارد، والعكس. كناخذوا الكيكه من بعد ما خرجت الفران كيف ما كتشوفوا، كنتكا بواحد الفرشات، كنخليها تبرد مزيان. من بعد كنصب عليها ديك السقوه اللي درنا بالكامل. كنخلي فقط واحد الكاس من هاد السقوه اللي غنضيف ليه واحد 100 غرام ديال الشوكولاط، واللي غنديرو بحال شكل غاناش من الفوق ديال الكيك. هنا كتخليو الكيك حتى تبرد كيف ما كتشوفوا. السيرو من بعد ما وضعناه كتعلك هاد الكيك وكتعطي واحد التعليكه زوينه بزاف. نخليوها حتى تبرد مزيان. عاش كنصب فوق منها داك الخليط اللي درنا ديال داك الشوكولاط وداك الكاس اللي نقصنا من خليط ديال السيرو، وخليوها حتى تبرد. زينتها بشويه ديال اللوز افيلي محمر. وقد ما بقات هاد الكيك في الثلاجه تقدر تبقى حتى اسبوع، قد ما بقات كتبقى لذيذه وكتبقى معلكه، ما كتنشف مع حتى شي حاجه. يعني فقط غطيوها او ديروهم في علبه محكمه الغلق، قطعوهم. ولكن راه كتبقى يعني عمليه الا بغيتوها كتوجدوهم لوليداتكم وتعطيوهم ليهم، وكتبقى لذيذه. واخا هي ملي كتصايبوها راه في وقتها يعني كتسالي ما كتبقاش، ولكن راه لذيذه لذيذه لذيذه. كنتمنىكم تجربوها ونترككم في يد الرحمن، وكنقول لكم مع السلامه.